السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب الكل بخير وصحة وعافية. رجعت لكم بفيديو جديد، يا رب إن شاء الله يعجبكم، وآسف على التأخير، شوية ظروف، لكن رجعت لكم بفيديو حلو. بالبداية حاعرض وياكم مشتريات الأعمال اليدوية الهاند ميد أو مستلزمات الخياطة. أخذت هذا الخيط القطني اللي هو يكون لونه قهوائي على 2000 دينار، وطبعا أكو ألوان ثانية. وأخذت هذا الخيط الثاني اللي هو خيط الخيش. هذا همين أكو من عنده أحجام هواية تختلف. أنا أخذت هذا اللي يكون هذا الثخن مالته. وأكو أنعم من عنده وأكو أثخن من عنده. هذا السعر مالته على 3000 أو 2000 ونص، ما متأكدة بالضبط. وهنا أنا كنت محتاجة أبرة الفتحة مالتها تكون شوية كبيرة على مود أقدر أدخل بيها هذه الخيوط اللي أنا جايبتها. فسألت على هذا الشيء ما موجود. ما عدا هذا الزيت اللي يكون كامل، هذا سعره ب1000 دينار أو 1000 ونص، بس أعتقد هي 1000 دينار يمكن. أخذت هذا الزيت الكامل على مود الأبر مالته الكبار، على مود أستخدمها لهذا الشغلات اللي أنا محتاجتها. واخذت هذه اللي هي تكون الايد مالت الحقائب او الجنط اللي نستخدمها، كانت جنط طلعة يعني او مثل تسوق او للسفرات. دائما نشوف هيك شغلات مثل الحياكة وغيرها، دائما يستخدموا لها هذه القواعد اللي هي تكون الخاصة بالايد. أنا أخذت طبعا هذه على 2000 ونص، وأكو من عندها هواية ألوان وأشكال كلش حلوة، لكن أنا ما لقيت غير فقط هذا الشكل فجبته وياي. وأكو الدائري، لكن أنا يعني كنت محتاجته يكون مستطيل. وعندي هنا أي كرتونة موجودة بالبيت عندكم. أنا عندي كرتونة اللعبة مشتريها للأطفال. فأخذت الكرتونة على شكل طولي وحنظفها وياكم وأرتبها. وعندي هذا القماش اللي يكون خاص بالخيش. هذا أول ما فتحت القناة أني اشتريته، لكن عندي جديد لأن ما أستخدمه هواية. بالإضافة إلى ذلك أنه أني يعني ماخذة قطعة أصور عليها. فدائما هو اللي أصور عليه يعني ما متوسخ، فلذلك باقية هذا الرولة كاملة عندي. وطبعا أكيد هذا المقص أحتاجه، وبالإضافة إلى شغلات ثانية حتشوفوها. هنا حسوي وياكم جنطة تكون خاصة مثل للتسوق أو تكون خاصة للسفرات. جدا حلو، أنا عجبتني هذه الفكرة من زمان. البعض حيقول مثل هي شنو قيمتها أو سعرها مناسب، لكن أنا الصراحة أحب جدا أشتغل بهذه الأعمال اليدوية، يعني من وأنا طفلة تقريبا صف ثالث ابتدائي أو رابع ابتدائي. إن شاء الله على يوم أطلع لكم الشغلات اللي أنا مسويتها من قبل لحد هاللحظة أنا محافظة عليهم، والصراحة محتفظة بيهم. كنت أسوي مثل من القونية، أنظفها وأغسلها وبعدين أرسم عليها اللي مرسوم بالسجادة مالت الصلاة، مثل جامع أو شيء، وبعدين خيوط ألوان أشتريهم وأبدي أخيطهم أنا بإيدي. وأنا كنت طفلة طبعا، لكن كنت أصعد يعني بغرفة اللي تكون بالسطح. وكنت دائما أشتغلها وقت الظهر، حتى شنو مثلا نقول تطلع مضبوطة وياي. يعني أنا دائما من أنا صغيرة ما أحب من أشتغل بشي تكون يم مثل صوت أطفال أو شي. فدائما من أريد أشتغل هيك يعني شوية بهدوء، يطلع الشي حلو. إن شاء الله يوم من الأيام أطلع لكم الشغلات القديمة الخاصة بي. هنا بالبداية نظفت الكرتونة اللي عندي من الأوراق الزايدة، وطبعا سويتها الحجم اللي أريده، هي قاعدة للجنطة حتى تتحمل الثقل الشغلات اللي حخليها بيها. وبعدين يعني مثلا نقول غطيتها بهذا القماش الخيش اللي عندي، وهنا خيطتها بهذا الخيط من نفس القماش، سحبت لي كم خيط وسويتها على مود شنو ما يطلع لي اختلاف بألوان الخيوط والقماش. طبعا بعد ذلك شنو حسوي؟ عندي اخذ لي قماش بعد اكثر واضيفه على مود اسوي الجنطه من عندها. اذا تحبون تخيطون كل الجنطه بهذا الخيوط تقدرون تسحبون مجموعه وتخيطوها بيها. اذا تحبون تبطنون الجنطه بنايلون يكون قوي ويكون لونه شويه مو مايل للبياض وانما للشفاف، هذا جدا حلو يصير كتبطين للجنطة. لكن أنا سويتها بدون تبطين، وكانت يعني أنه تتحمل الشغلات الثقيلة، وحتشوفون بنهاية الفيديو أنا شنو خليت بيها. ورغم ذلك يعني تحملت وما انقطعت، أو نقول مثل خربت. هنا حتى أثبت شغله من البداية
ضفت دمبوس ابو الراس على مود شنو اثبت الشغل واعرف انه انا وين اخيط وين اضيف هذه الشغلات الثانية. حخليكم تكملون الفيديو للنهاية لأنه ما تحتاج شرح هواية. أتمنى اللي يوصل لهنا لا تنسوني باللايك، وكذلك اللي زارني أول مرة لا تنسوني اشتراك وتفعيل زر الجرس إذا عجبتكم القناة وعجبكم المحتوى مالتي. وبالأخير أحب أقولكم في أمان الله.